اسمع يا باشا، قالك الطبع يغلب التطبع. زي ما كل حمامايه ليها نوعها، كل حمامايه ليها طبعها في غاية الحمام. هنبدأوا بالصلاة على حضرة جمال النبي. تمام. كل حمامايه رجالة ليها طبعها ازاي. في حمامايه بتحب تطير في كبد السما وبتبقى في اسعد لحظات حياتها، لو نزلت الواطي تتخنق. وفي حمامايه بتحب تطير في الواطي، لو طلعت العالي تتخنق وتنزل لشغلها. تمام. في فرد من صغره بيحب الجري يا رجاله، بيحب الجري. وفي فرد حمام برضو تاني بتلاقيه كسلان، ما بيحبش الجري. اول لما اخواته يحطوا وشهم ويتوكلوا على الله تبص تلاقيه سابهم وراجع. دي لمحة غاوي. تمام. انت بتقفله عشان ما يعطلكش بقية الحمامتين يا باشا. في حمامية تانية طبعها اللي هي تحب تتفضل على الغواي، وبتشتغل انت عليه برضو بطرق اللي هو يبطل يتفضل. تمام. وفي حمامية طفيفة يفضل متفضل على الغواي، واول لما يجي التحتيته مثلا تبص تلاقيه فزع نفسه ومشى الغاوي، ما يعرفش هو مشى منين ولا شافه مشى ازاي ولا الكلام ده. كل حمامية في الغية رجالة ليها طبعها. فانت باشا من حكم الخبرة اللي انت هتطلع بيها من غية الحمام، انك تتعلم طبع الحمام وتعرف الحمام عايز ايه، وتشوف الحمامية مثلا بتعمل ايه وتعرف بتعمل كده ليه. هي دي غية الحمام يا رجالة. غية الحمام ملهاش اخر. غية الحمام ملهاش اخر. بس انت بتحاول بفكرك بتوصل مثلا للحمامية لما مثلا بتعمل حركات قدامك بتعمل كده ليه، او بتسمى ايه. وصلت يا رجاله غاية الحمام بحرها غويط. عشان تعرف تغطس فيها لازم تتمرمط داخل الاربع تجناب بتوعك، وتتمرمط في طرايح زغاليل هتربيها، وتتعلم من كل طريحه. دي غاية الحمام يا رجاله. لكن النهارده غاية الحمام بقت جاهز في جاهز. ما علينا من البند ده كله. الغية غية حب ورجولة وجدعانة رجالة. وتحياتي لكل اخ كويس كده بيخش يدعمنا بكلمة جميلة على دماغنا، اخواتنا وحبايبنا في اسكندرية وبره اسكندرية. كلنا بنكمل بعض، والغية غية حب. قول لهم ان الدماغ سم بس القلب ابيض. احنا ما عندناش بنك عشان نعمل حساب لحد. لايك وشير وكله في الخير، وعلى الله ان شاء الله. التماسي كل فرد حمام عندك في الغية باشا ليه دور. تمام. الأولى ليها دور، والتانية ليها دور، والتالتة ليها دور، ولو عندك شقلباظيات بيبقى ليها دور، والفرد بتاع التحطيطة داخل الأربع تجناب عندك بيبقى ليه دور. كل فرد عندك في الغية ليه دور. بس ايه الأساسيات بتاعتك بقى باشا في الكام حاجة اللي احنا سميناهم دول؟ هي الأولى عندك بتبقى اساسيات الحمام ده كله. ليه؟ عشان الاولى زي ما كلنا عارفين يا رجاله اكبر دور ليهم في الغيه. هم اللي هيطلعوا يتعلقوا في كبد السما، يبداوا يتطرعوا على جنابهم، يطلعوا ياخدوا في منطقه جنبك في مجال جنبك الكلام ده. زي ما كلنا عارفين التانية بتبقى اجمد من الاولى. بس التانية هتفتحها امتى بقى باشا، وهتفتحها ليه؟ تمام. اسمع يا باشا، التانية تفتحها لما مثلا يكون المجال فوقيك بس الحمام مش مديك وشه، الحمام ما يكونش مديك وشه. تبدأ تفتح تانية لما المجال يكون معدي من فوقيك ومشى وراح بعيد عنك. بتدي بروح للتانية اللي هي وعبال ما المجال يمشي ويرجع تكون طلعت سخنة اتعلقت. تبدأ اللي انت تتقل على الأولى بتاعتك بالتانية اللي انت هتفتحها لو عندك مجال تقيل. تمام. طب هتفتح التانية برضو تاني ليه يا عم؟ التانية برضو تفتحها تاني امتى؟ لو المجال رايح جاي من فوقيك وشغال حلو
وكلها ماشيه باصول، ومفيش تصعيد ولا فيه وقعان بدري. تبدا بعينك بقى يا باشا انت وبتشوف الدنيا. طول ما المجال رايح جاي من فوقيك والدنيا حلوه، بتفضل ملتزم الصمت وتقعد تتفرج يا باشا زي الغواي ما ماشي حواليك. تمام. لقيت المجال اتنصب فوق غاوي او 2 أو 3 ومش عايز اللي هو يتحرك، بتبدأ اللي انت تطلع تانية. ليه؟ عشان الأولى اللي هي متعلقة ومربوطة وعايزة تشد ومش عارفة تشد والغواي رابطين المجال فوق دماغهم، بتبدأ اللي انت تطلع تانية سخنة، تطلع تفتش على المجال وتاخد وتسند مع الأولى بتاعتك. دي وظيفة التانية رجالة. طب ايه وظيفة الشقلباظيات في الغية يا باشا؟ الشقلباظيات يا باشا وظيفتها في الغية انك لما بتنزل الدورة ومش عايز الحمامتين يعلوا، لو انت عليك حمام بتبدأ اللي انت تفتح شقلباظيات. زي ما بنقول يا رجالة، كل فرد حمام في الغية ليه دور، ما تستهونش بأي حاجة. الفرد العجيب يا باشا لما بتيجي تفتحه مثلا في ضربة صقر عشان تلم الحمامتين بسرعة قبل مثلا ما غاوي يقطع منك بحمامه ويسرق. تمام. كل فرد رجاله في الغيه ليه دور. انا مش عايزك لما تيجي تسمع كده من اي غاوي يكون بيشرح اي معلومه على فرد حمام ما تستغربش من الكلام يا باشا. لازم لما تيجي تسمع تبقى عارف يعني ايه اولى ويعني ايه تانية ويعني ايه تالتة ويعني ايه عجيب والكلام ده كله. كل فرد رجاله في الغيه ليه دور. الغية غية حب ورجولة وجدعنة وكلنا بنكمل بعض، ولايك وشير وكله في الخير. قول له انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد. وطول ما الرجاله واقفه مستنيه هجليك للمره الجايه. لايك وشير وكله في الخير وعلى الله ان شاء الله. الحمام دورته وحشه والحمام تحتيته وحشه والحمام بيقطع غلط. كل يوم يا رجاله اخواتي وحبايب قلبي الشكاوي اللي بتجيلي بمناسبه النش. تمام. زي ما كلنا عارفين يا رجاله في كل فيديو احنا عملناه قلنا اهم حاجه مع غاوي الحمام هي يا باشا لمحتك رقم 1 داخل الاربع تجناب. هنبداوا الفيديو كالعاده بالصلاه على حضره جمال النبي زي ما كلنا متعودين. اللي يصلي على الحبيب قلبه يطيب. الفيديو ده انا عارف اللي فيه ناس من اخواتنا وحبايبنا هيختلفوا معايا فيه من الكلام اللي انتوا هتسمعوه. عندك الحمامتين يا باشا سالكين ونفسهم حلو ومش عايزين يمشوا، يا هتصنع فيهم جرارات تمشيهم يا هتعمل لهم رميتين 3 تجرأهم وتفتح لهم نفسهم. تمام. اخ تاني برضو بيقول لي الدورة عندي مش حلوة بطيئة والحمامتين ما بيدوروش زي الدور اللي بيشوفها عند الغواي. تمام. عندك الحمامتين يا باشا الدورة بتاعتهم بطيئة، لو هم غزار هتصنع لك فيهم كام حمامية بوش هيسرعوا لك الدورة وهيظبطوا لك الدورة. تمام. زي ما قلنا كل فرد ليه دور. صح ولا لا يا رجالة؟ عندك التحطيطة وحشة. التحطيطة وحشة رجالة. لو انت بتحطط يا باشا والتحطيطة عندك بتبقى بدري شوية لازم 100% التحطيطة بتاعتك هتبقى وحشة. لازم الحمامتين كلهم يتفرموا في الدورة وينزلوا يحزموا الاربع تجناب، واول لما تقول لهم انت يلا هما كلهم يجولك كتف واحد. ليه؟ عشان كلهم خلاص فلسوا. لكن لو لسه في مجهود في نفس يشتغل ولسه وفي حمامتين فلسوا منهم، في حمام هيحط قبل حمام. اللي مثلا لسه عنده مجهود يطير ده هيفضل طاير
واللي فلس هيحط الاول. كده انت ما وزنتش الدنيا. قرص على الحمامتين صح، وقف في وشهم ونور انوارك، واديهم حقهم في الذره وخلالهم المكان. وشوف التحتيته يا باشا هتبقى عامله ازاي. لايك وشير وكله في الخير، والغيه غيه حب.